أهلا بيكم. النهاردة معادنا مع قصة رعب جديدة. خليكم دايما معانا. في حي قديم جدا، عمارة شكلها من برا عادي، بس من جوا تحس ان الهوا تقيل وانك متراقب. العمارة دي كان ساكن فيها ناس بقالهم سنين، وعندهم قانون واحد بس، قانون ما بيتقالش للغريب غير لما يفوت الأوان. اوعى تفتح بابك الساعة 3 الفجر. في شقة رقم 7 سكن شاب اسمه آدم، نجل قريب من شغله وما كانش يعرف أي حاجة عن العمارة وتاريخها. أول ليلة الساعة كانت 3 بالظبط، خبط خفيف كأنه حد مش عايز يقلقك. آدم بص في الساعة افتكرها صدفة، يمكن جار غلطان ما فتحش. تاني ليلة نفس الخبط، نفس التوقيت الساعة 3. تالت ليلة الخبط كان أقوى شوية ومعاه صوت واطي جدا: افتح، أنا محتاجك. الصوت كان غريب، مش راجل ولا ست ولا طفل. آدم حس بقشعريرة غريبة، قفل نور الصالة ودخل أوضته. رابع ليلة الخبط كان عنيف والصوت قال اسمه: يا آدم افتح. الفضول غلب الخوف، قرب من الباب، فتح، مفيش حد، بس اللي شافه خلى رجله اتجمدت مكانها. بصمة ايد سودة على الباب من الناحية اللي جوه الشقة، كأن اللي خبط كان واقف جوه مش بره. موبايله رن، رقم مش مسجل عنده. رد وسمع صوته هو نفسه بيقول لروحه: قلتلك ما تفتحش. المكالمة قفلت على كده. تاني يوم الصبح الجيران لقيوا باب شقة آدم مفتوح. دخلوا الشقة فاضية، مفيش كسر، مفيش دم، مفيش أي أثر غير موبايل على الأرض شغال تسجيل صوتي واحد بيدعاك: دلوقتي دورك تخبط. ومن يومها الساعة 3 الفجر الخبط موقفش. لو سمعت خبط الساعة 3 افتكر القصة دي واكتبلي في الكومنتات هتفتح ولا لأ. ولو حابب تسمع قصص أكتر اشترك في القناة، لأن اللي جاي رعب أكتر وظلام أكتر.